الزيادة اللي حصلت في 2025 على شاليهات الساحل وصلت لغاية 30%. يعني الشاليه الغرفتين اللي كان ب7 مليون دلوقتي بقى ب11 مليون، والشاليهات الثلاث غرف نوم اللي كانت ب10 مليون دلوقتي بقت ب15 وب16 مليون. في 4 حاجات مهمين جدا لازم تخلي بالك عليهم وانت بتشتري او بتستثمر في منطقة الساحل الشمالي، لان ده هيوصل العائد بتاعك السنوي على العقار اللي اشتريته هيوصل لغاية 30% وممكن يكسر ال 30%. اول نصيحة بنصحها لك وانت بتستثمر في الساحل الشمالي ان يكون عرض الشط مناسب جدا مع عمق المشروع، ما يبقاش عمق المشروع كبير وعرض الشط قليل. رقم 2، لازم تهتم جدا بالموضوع الخاص بان يكون على الاقل 50% يكون فيلل والباقي شاليهات، ما يبقاش عدد الفيلل في البروجكت 20% او عدد قليل والباقي شاليهات، عشان ما يبقاش زحمه ويحافظ على الخصوصيه. النقطه الثالثه كمان انك تاخد مع مطور ليه سابقه اعمال، على الاقل عمل قريه او قريتين لو مش في الساحل في مناطق تانية. النقطه الرابعه المهمه كمان ان لازم يكون المسافات ما بين الشاليهات تكون مناسبه جدا، ولازم كمان يكون ارتفاع الادوار، اذا عرفت ان يبقى المبنى نفسه دورين او 3 يكون افضل، ويكون الدور ما يبقاش فيه اكتر من شاليهين او 3. دي بعض المميزات اللي لازم تخلي بالك منها وانت بتستثمر في الساحل الشمالي. وفي كمان نقطة هضيفها كمان، ان يكون الشط مش صخري، يعني يبقى ساندي بيتش، يعني الشط ممهد ويكون ان انت تقدر ان انت تستخدمه. النقطة كمان اللي عايز افهمها لحضراتكم ان في اليومين دول اوفرات مهمة جدا بيقولوها المطورين، ان هيبقى في استثمارات هتوصل لغايه 10% مقدم، وبتوصل لغايه اقساط 10 سنين، وكمان 15 سنه واقساط متساويه مع مطورين كبار. ايه اشهر المطورين اللي انا بنصح حضرتك ان انت تستثمر معاهم في منطقه الساحل الشمالي، مع الذكر ان هم لسه عندهم انفنتوري ولسه تقريبا باعوا فيز او 2 فيز، مش باع مثلا 3/4 المشروع وبيبيع في اخره. عند حضرتك اول حاجه شركة تطوير مصر، عندها 3 مشاريع في الساحل الشمالي: المراسم، بالم هيلز، صدق، سيلفر سنس نجيب سويرس، مرسى باجوش، وعند حضرتك كمان هايد بارك، وعند حضرتك مصر ايطاليا مشروع سولاري. دي من اشهر الشركات اللي موجوده اللي ممكن حضرتك تستثمر معاهم في الساحل الشمالي. طبعا احنا كشركه توب مانجمنت ممكن نقدم لحضرتك استشاره فين تختار وايه هي الشاليهات المميزه اللي جوه البروجكت اللي ممكن تختارها اللي تكون اميز من اي شاليه تاني. شكرا.